بتدخل الحمام مرة واحدة بس في الأسبوع والبراز ناشف زي الحجر ومؤلم جدا لدرجة إنك بتخاف من دخلة الحمام وتقوم جاري على الصيدلية تسفف ملينات وأعشاب وتعمل إسهال وبعدين ترجع تسد تاني أسوأ من الأول. ستوب يا سيدي، انت كده بتدمر حركة أمعائك وبتجيب لنفسك شرخ وبواسير. امبارح دخل عليا الصيدلية الأستاذ صابر، موظف بنك محترم عنده 45 سنة، بس وشه بهتان ومكشر وماشي يجر في رجله. بيقول لي: الحقني يا دكتور رفعت، أنا بطني متحجرة، ما بدخلش الحمام غير مرة كل أسبوع بالعذاب. أنا باخد فيتامينات حديد وكالسيوم وقاعد طول اليوم على المكتب في البنك وبنسى أشرب مية، اديني أقوى شوية ملين يمشي بطني. ابتسمت وقلت له: يا أستاذ صابر، الملين ده عامل زي الكرباج اللي بيضرب حصان تعبان، العيب مش في القولون، العيب في الخرسانة المسلحة اللي انت بانيها جوه بطنك. تعال أفهمك ايه اللي بيحصل. القولون ده يا جماعة عامل زي المواسير اللي محتاجة مية وحركة عشان تمشي. انت قاعد طول اليوم على المكتب، يعني حركة الأمعاء بطيئة كسلانة وما بتشربش مية، فالقولون بيضطر يمتص المية اللي في الفضلات عشان يعوض الجفاف فتنشف وتبقى زي الطوب. الكارثة الأكبر بقى في الروشتة بتاعتك. برشام الحديد والكالسيوم اللي بتاخده ده بيسحب المية من البراز وبيعمل إمساك رهيب، ولو ضفنا عليهم كمان أدوية الاكتهاب أو مسكنات قوية انت كده قفلت المواسير بالضبة والمفتاح. ولو سكتنا على الوضع ده الضغط المستمر هيعمل لك جروح في الشرج وبواسير هتحتاج جراحة. منعت الأستاذ صابر من الملينات القوية ونصحته يشرب 3 لتر مية وياخد ملين أزموزي آمن بيسحب المية للقولون، وظبطت لها مواعيد الحديد والكالسيوم. ونهارده الصبح كلمني بيقول لي: يا دكتور أنا رجعت إنسان طبيعي والخرسانة دابت. بصوا بقى، الإمساك ده عرض مش مرض، وعلاجه بيختلف لو كان بسبب أدوية أو غدة درقية أو قولون عصبي. لو عايز تفك التحجيرة دي بأمان من غير ما تتعود على الملينات، اكتب كلمة إمساك في الكومنتات وهرد عليك بنفسي أقول لك إيه الروشتة الآمنة لحالتك وإزاي تظبط أمعائك للأبد. خلصت حكاية النهاردة، بس حكايات العلم ما بتخلصش. أنا دكتور رفعت، استنوني في الحكاية الجاية، لأن وراء كل دواء حكاية.